هنروح للناس اللي شغاله بنسبه اشراف. نسبه الاشراف هي حته تريكي شويه، لان انت بتدفع كل حاجه، انت بقى بتخلي فيه شفافيه ووضوح بينك وبين العميل وبين المهندس او المكتب اللي بيشطب له. كل حاجه رايحه وجايه العميل بيكون ليه تدخل فيها، فعشان انت يكون ليك تدخل في الحته دي انت ما ينفعش تربط نفسك بفكره النسبه. مش عشان هو هياخد منك نسبه فانت تقلل الحاجات اللي عندك عشان هو ما ياخدش منك نسبه كبيره. يعني ما تحطش نفسك في الهيدك بتاع هو هياخد كام، انت كده كده بتعمل، فايا كان انت هتعمل فين انت بتاخد الحاجه بتاعتك. التكلفه الثابته دي فكره شبه نسبه الاشراف، بس هو بيحط لنفسه مبلغ لا يقل عن الحد الادنى اللي هو عامل حسابه انه ياخده من حضرتك. يعني لو حضرتك مثلا في المقايسه التقديريه عملت شغل 500,000 جنيه، هو عامل حسابه ياخد منك 20% يعني 100,000 جنيه، فهو هيجي يقول لك انا والله باخد 110، انت بعد شطبت ب 600 شطبت ب 400 هو هياخد ال 110. فهو ساعات بياخد اقل من اللي المفروض ياخده وساعات بياخد اكتر بكتير من المفروض ياخده على حسب سير المشروع معاكم والكاش فلو اللي بيتحرك بينكم وبين بعض.